السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى نعمل مع بعض كفتة البرغل الجميلة العظيمة دي؟ عظمة لله طبعا. بجد كانت حلوة قوي 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 وهتعجبكم جدا. هي طالعة من جوه جوسي ومحمرة كده من بره وحلوة قوي ومش هتاخد منك اي مجهود ولا اي وقت، وكمان اقتصادية. طيب اول حاجة هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي الله. بجد اللهم بارك هتعجبكم قوي. انا جبت هنا نص كيلو لحمه من الدوش ونص كيلو لحمه حمراء، تمام. وجبت ربع كيلو برغل وكمان ملح وفلفل اسود. هي ما بتحتاجش غير ملح وفلفل اسود بس، ما تحطيش عليها اي بهارات تاني. وكمان بصلتين كبار فرمتهم مع قرن فلفل رومي، واحد فلفل رومي يعني، حتى هنا مكان فرم البصل. هنزل باللحمه على طول، تمام. هتفرمي اللحمه المفرومه يعني تخليها ناعمه، لو لازم تبقى ناعمه. هي هنا انا طبعا حطيت اللحمه المفرومه كلها على اساس تتفرم، وهتتفرم معايا، ما نعمتش كلها كويس. النتيجه تكون افضل امتى؟ لما لازم اقول لكم على الحاجات والاخطاء اللي احنا بنقع فيها كلنا كستات. مش هطلع اقول لكم الحياه ورديه يا جماعه، لا، ده انا ضربتها من اول ضربه طلعت فظيعه. لا، انا ضربتها على مرتين، علشان اول مره لما ضربتها كده ما كانتش ناعمه. لازم اللحمه تكون ناعمه، ولازم كل الحاجات المكونات اللي احنا هنحطها دي تكون ناعمه. وبعد كده ضربت البرغل مع البصل، كل ده مكان بعضه، ما تغسليش الكبه كذا مره عشان لا، هي لازم تشرب من طعم بعض اصلا. وبعدين ضربت ال البرغل كويس جدا، وبعدين حطيت مع البصل. هنا بيتحركيه عشان هو بيمسك كده في الكبه من بره. دي شعرايه مش عارفه جت منين فشلتها، بس يا ستي. وبعدين نزلت بقى بالبصل والفلفل، دول كانوا مع بعض، كنت عصرتهم ووريتكم الميه في اول الفيديو، لان احنا هنحتاج الميه بتاعه البصل دي علشان لما نصبع نحط ايدينا في ميه البصل. هنا بصي اهي، بصي انا بوريكي ده ناعم خالص اهو، وممكن تنعمي اكتر من كده كمان. ولازم تكون اللحمه فيها خيوط كده، كل ما تنعميها اكتر كل ما النتيجه تكون اكتر، يعني احسن من كده، تمام. وبعد كده تعجنيهم كلهم مع بعض. هنا اللفظ ما بيساعدنيش، انا ما بحبش اصلا، بحب اشتغل بايديا، ما علينا. وبعدين نزلت بقى بالملح والفلفل الاسود، ما حطيتش اي حاجه تاني خالص. عايز تحطي سن التوم تمام، هتعلي التيست شويه، بس انا بحبها كده بتبقى جميله قوي. أه، هتعجنيها كويس جدا. هي لازم تتعجن وتخش كده تتمكس كلها مع بعض، علشان خاطر ايه، ما يبقاش فيه حبه فيها لحمه مفرومه وما فيهاش برغل. زي ما قلت لكم، هنا كيلو لحمه مفرومه، نص دوش او ملبسه، ونص احمر، وربع كيلو برغل. هتطلع معاكي كميه اللهم بارك تحفه تحفه تحفه. ولا تحطي بيض ولا تحطي اي حاجه، تمام. هنا انا حطيت معلقه بيكنج باودر عشان خاطر تبقى مخصخصه كده، وتبقى ايه، تحتفظ بطراوتها من جوه وتبقى جوسي وحلوه. هنجيب بقى معلقتين زيت ونبدا نصبع. انا طبعا لازم ادهن زيت علشان خاطر ما تمسكش، لان البرغل هيبقى عامل زي في نشا، في نسبه نشا كده بسيطه، هيلزق في ايديكي، تمام. بس لما تيجي تعمليها، انا جبت هنا بقى، دورت على خله سنان، قصدي عصايه شيش تاووك كان عندي، بس للاسف اكتشفت فجاه ان هم مش موجودين وخلصوا. طب اسكت، لازم اتصرف طبعا يعني. رحت جايبه الشاليمو بتاع بنتي ورحت مصبعه عليها. ليه بقى احنا هنصبعها كده؟ الفراغ اللي جوه، الهواء اللي جوه ده هيخليها تبقى حلوه جدا، وهتستوي من جوه وتستوي من بره، وتبقى حلوه قوي جوسي. وكمان هتبقى يعني فيها حته القرمشه دي من بره. ليه احنا بنصبع كده؟ انت ممكن تصبعيها عادي جدا، بس مش هتخليها حلوه ومخصخصه كده معاكي. هي جمالها انها تكون مخصخصه، ما تبقاش ناشفه، لان انت لما بتحطيها هتلاقيها ناشفه، اما تسيبيها في الفرن هتنشف. ليه؟ عشان فيها برغل، تمام. وانا ليه بقى حطيت معاها لحمه من الدوش؟ هقولك يا ستي، علشان اللحمه بتاعت الدوش دي بتبقى سمينه شويه، والدهون دي بتبقى حلوه مع البرغل، بتخلي طعمه حلو، ويعني ما يبقاش برضو زي ما قلت لك، ما يبقاش ناشف، تمام. بس يا ستي، وهنا بدات اصبعها. هي اللهم بارك طلعت معايا كميه كبيره جدا. في كميه انا شلتها في الفريزر لوجبه تانية، والكميه اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو دي اللهم بارك كانت تحفه الصراحه، عجبت الولاد وباباهم جدا، وهتعجبكم بامر الله. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش بقى تسيبي لي لايك وكومنت حلو كده زيك، وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. بصي يا ست الكل، هنا بقى انا جبت البصل، انا خلاص هسوي بقى. جبت بقى البصل اللي انا عصرته، وحطيت عليه معلقتين 3 كاتشب، تمام. وبدات ادهن الكفته بعد ما اخدت تشميعه في الفرن. يعني هي كانت شمعت، بص حتى تلاقيها يعني بقت احجام مختلفه. تمام.
هنا بقى، هنا قبل ما ادخلها الفرن على فكره، ما بس يعني انا الفيديو لما جيت امنتجه وعمل حاجات كده، بس ما علينا يعني. البينك دي دخلت التلاجة في الفريزر، والتانية استوت في الفرن، والف هنا وشفا، ويا رب تعجبكم. سلام عليكم.